درساها بصورة أصولية نظامية بدأت السرعة بها. عدم مراعاة لقواعد الأسواقية، حجب الرؤية. الكثير من الأخوة المواطنين اشتكوا من هذه المنطقة من كثرة الحوادث. تعالوا تابعوا ويانا هذا التقرير. الله يساعدك. هلا عمي. احكي لي شو تريد؟ والله انا ما اريد استاذ، اريد انه العالم هنا دا تصير في شكل حوادث ويوميه، اذا مو يوميه بين يوم ويوم. فاحنا محلاتنا هنا مال الجام، وهذا التقاطع دا يجي منا مسرع ومنا يجي طريق مفتوح مسرع، فهذا يجي طاير وهذا يجي طاير، فيصير اصطدام. كم حادث صار حاسب؟ انا بالنسبه لي صار لي هوايه، اذا احسب السنين هوايه حوادث. لا. بس هسه الحاله صار لنا حوالي يعني فد اسبوع فد 7 حوادث. ما يعدل من بلطوا هذا الشارع. لا 3 اشهر 42 حادث ما شاء الله. 5 من عندهم كلش حوادث قويه، معدل تقريبا حادثين، اكو ايام 4 حوادث صبح وظهر وبالليل، خصوصا يوقفون هنا شباب 3 حوادث 4 حوادث، يعني هاي البسيطه هنا تصير. هذا نتيجه حادث انحراف مركبه، كل فعل رد فعل، طيران. الاخوان يقولون طيران، كلها هنا طيران، ما ادري شو القصه. هاي الاثار. الصباط طبعا هو الرصيف جديد بعد ما تم المقرنص، ما شاء الله تفلشت. اخواني الاعزاء، احنا ضمن التقاطع، السير اللي قادم شارع السعدون ساحه النصر، السير اللي قادم باتجاه شارع النضال. هذه المنطقه تم اكسائها مثل ما تحدثوا الاخوان قبل 3 اشهر. المشكله وين دا تصير؟ دا تيجي المركبات من هذا الاتجاه، اللي دا يطلع على اليمين دا ينتبه يباوع على اليسار ويطلع. لكن مشكله اكو مركبات دا تيجي من مجمع الاطباء من جهه شارع المشجر، دا تيجي تريد تطلع وين؟ تطلع من هنا على منطقه البتاوي. ايش عنده هنا؟ عنده حجب رؤيه. هذه حجب الرؤيه اللي هنا ضمن هاي المنطقه. لاحظوا هذه المركبه اللي جت، لاحظوا شوفوا هو وين جاي، باع وما انتبه طبعا. لاحظوا انتم ما انتبه، هذه حجب رؤيه. دا يجي من هنا ويصير الاصطدام هنا. من تيجي المركبه هذا الاصطدام يصير، الانحراف وين يصير قبل على الصبات على المحلات. المقترح اخواني الاعزاء، الله يبارك بامانه بغداد وجهود امانه بغداد، يعني الاخوان يشتكون من الشوارع والحفر الموجوده، تم اكساء الشارع، لكن صار بالمقابل حوادث. 42 حادث خلال 3 اشهر او 4 اشهر، ترى هذا شيء غير جائز. العلامات، بس هل هناك من يلتزم بالعلامات؟ ما اعتقد. احنا بحاجه الى مطب ضمن هذه المنطقه. طبعا السير واحد يعني، بس هذا الاتجاه مطب ضمن هذه المنطقه واحد. يجب ان يكون المطب ضمن هذه المنطقه بالضبط. هذه اكيد هو ما راح ياثر على حركه السير بشكل كبير، لان حركه السير هاي منها ماشيه، لكن حركه السير راح يضطر السائق يجي هنا يعني يخفف من سرعه المركبه، تجبر على الانتباه على السير اللي قادم من ساحه النصر. اتمنى التوفيق للجميع والسلامه للجميع، ومطب يرحم والديكم امانه بغداد. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، قبل ما نكمل فقراتنا عندنا علاء من بابل، صار له يمكن يقول لي 10 دقائق ينتظر. مساء الخير علاء، تفضل. علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي علاء. طبعا لكم للكادر كله ولكل أخوتنا بالكادر الموظف. كرر علاء. عزيزي، بس عندنا يعني ملاحظه على شغله المرور بالمحافظات، يعني وضعيتنا يعني شبه عديمه، ماكو مراقبه. نعم. يعني من شهر السابع لحد هسه جاي تروح ماكو. نعم. جاي تروح تبحث وتكمل وما ادري شنو، يعطونك وقت مال قبض، بس جايز ماكو. نعم. وشغله التقاطعات عندنا بالمحافظه، المحافظه الديوانيه ومحافظه بابل، تشوف رجل المرور طبعا مع احترامات بالجميع، تشوف رجل المرور قاعد جاي يخابر وما ادري شنو هاي، وتشوف الضجه مال السيارات، يعني حدث ولا حرج. نعم. نعم. أنا شاكر لك يا أخي. أما بالنسبة للإجازات يا أخي العزيز، احنا بالحلقة الماضية هم انطرح موضوع الإجازات وخبرناكم عن قريب. هي هذه الكارتات الألمانية، المنشأ الألماني، على وجه توصل إن شاء الله مباشر، وذاك عن الاستمارات اللي تمنح يعني التسلسلات في الانترنت الكثير راسلنا أنه متوقف. نعم، لحين قدومها إن شاء الله، ونرجع مباشرة عن قريب جدا يعني. وهناك بدائل جيدة جدا أيضا، لكن ما نقدر نصرح بها، إن شاء الله نعلن عليها. فهاي نرجو تحملك أنت وإخواننا الأعزاء ويانا. أما شغلة التقاطعات في الديوانية أو في الحلة،
يا أخي العزيز يعني على أقل تقدير في شوارع بغداد أو شوارع المحافظات زرنا الحلة، زرنا كربلاء، النجف، البصرة، كركوك، أغلب المحافظات زرناها. رجل مرور في التقاطع من يتوقف ودا ينظم السير. يعني نعم هناك إذا صار زخم ضمن تقاطع وشرطي المرور واقف دا يتفرج عليه، لا يستحق العقوبة، لأن هو واجبه أنه يخدم هالناس الطيبة ذولا. لكن في بعض الأحيان أنه أنت من تنظيم السير خفت عند حركة السير توقف على جانب، أكيد هو كبشر من حقه أن يرتاح بعض الشيء. نعم هناك بعض المخالفات، لكن هناك عقوبات شديدة صدقني يا أخي، سواء مدراء مرور المحافظات، سيد مدير المرور العام جولاته صباحية مسائية، مدراء بغداد الكرخ والرصافة جولاتهم، أمراء القواطع. إن شاء الله ما نقبل بالغلط، لأن إذا قبلنا بالغلط فالغلط علينا هذا محسوب. فاصل نواصل وياكم إن شاء الله. عفوا عندي اتصال. اخوان الاعزاء ما عندنا اتصال. اثناء جولتنا ايضا اخواني الاعزاء ضمن شارع القناه جسر المشتل، نفق جسر المشتل. طبعا هذا قبل سنه تم عمل فواصل حديديه، لكن تعالوا شوفوا بعد انتقلنا ورده الشكاوي، انتقلنا الى هذا الموقع، شاهدوا يعني. أعزائي المشاهدين احنا ضمن المنطقة اللي جسر البلديات باتجاه جسر المشتل، أسفل جسر المشتل بالضبط. هذه المنطقة طبعا النفق، يعني هناك الأنفاق على شارع القناة كثيرة، كانت هناك عمليات صيانة عليها، مشكورين الطرق والجسور، كان هناك إصلاح إعادة إصلاح ضمن نفق جسر بورسعيد، لكن خبرونا على هذه المنطقة أنه أسفل جسر المشتل باتجاه رستمية باتجاه جسر الأمين. الصورة اخوان هي تتكلم، الصورة انه هذا الفاصل الحديدي اللي موجود شاهدتوه، هذا الفاصل مخلوع من هذه المنطقة. لاحظوا التدمير اللي صار، السيارات تمشي، لاحظوا السيارة شلون. يلا احنا مجرد مساعدة السادة المسؤولين على هذا الطريق، جهودهم مشكورة ان شاء الله في التنسيق مع دوائر المرور، في عرض شكاوي المرور لهم فيما يخص الطريق، لكن هذه تخص مو فقط عرقلة حركة السير، هذه تخص السلامة بالنسبة للسائقين الكرام. شارع القناة شارع شبه سريع، السرعة به 80 أعلى سرعة، لكن ما حد يمشي 80 وداعتكم، الأغلبية يمشون 100 وأكثر همينة، فهذه تسبب الحوادث، تسبب الكوارث. أرجو إصلاحها بأسرع وقت إن شاء الله، والسلامة للجميع إن شاء الله. نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، ونأكد دائما أنه برنامج وقفة مرورية وكمديرية المرور العامة التنسيق مع الأجهزة الساندة في الوزارات وأمانة بغداد ومحافظة بغداد عند إظهار مثل هذه الحالة هو ليس لغرض النقد فقط، لا، هو لغرض الإصلاح، هذا التعاون معهم للإصلاح. قد يكون مثلا ما عندهم هذه المعلومة، احنا نخبرهم بها، ولذلك احنا المواطنين يشتكون، الواجب علينا أنه إيصال صوتهم للسادة المسؤولين حتى نقدر جهد الإمكان نصلح ما موجود في شوارع بغداد العاصمة وشوارع المحافظات إن شاء الله. عندنا فقرة الإنترنت اليوم، احنا اليوم كلها على السرعة، لكن هذه مو على السرعة، هذه حقيقة أخذناها من الإنترنت. تعالوا لاحظوا ويانا هذه الفقرة. طبعا لاحظوا اخواني، دراجه هاي بدول اسيويه، دراجه، لاحظوا الطفله وين سقطت، لاحظوا طفل وراها، والطفله وين سقطت، السياره داست عليها. يعني ما ادري هذه لو اني واقف بالاشاره ما ادري شو اسوي. الامراه هذه تقود يعني طفله اخليها هيك امامها على الدراجه، ليش؟ طبعا منشوره يعني موقع رئيسي، موقع تشغيلي رئيسي بالانترنت. هذه الحمد لله يعني إن شاء الله احنا شفناها قامت تتحرك، لكن الضغط على هذه السقطة تحت الإطار، لا رابطتها بفتح حزام مانع يحميها. احنا ما عندنا الحمد لله في العراق ما عندنا، لكن عندنا يخلون أطفال أمامهم بهاي الدراجات الصغيرة. نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. عندنا فاصل ونواصل وياكم إن شاء الله.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وتهادوا وأدوا الأمانة واجتنبوا الحرام